السلام عليكم. النهاردة أنا جاي أشارك معاكم درس مهم جدا. هو أهم درس طلعت بيه من سنة 2023، ويمكن يكون أهم درس اتعلمته في حياتي. ومش ببالغ في النقطة دي لأن فعلا كنت في أمس الحاجة للدرس ده. فضلت فترة طويلة متأثر وعطلان، وخصوصا في فترة الكلية بسبب مشكلة عندي في شخصيتي. أوكي، أنا بطبيعتي شخص بيجلد ذاته. ودي حاجة الحقيقة يعني كانت متأصلة فيا من زمان. لكن قبل فترة الجامعة انت عندك رفاهيات كتيرة جدا، معلكش ضغوطات ولا مسؤوليات. فالثغرة اللي من خلالها هتبتدي تجلد ذاتك كانت نادرة الحدوث، وده لأنك موجه وعارف راسك من رجليك، فالتقصير كان قليل. لكن لما تبتدي بقى تخش فترة الجامعة وتصطدم بعالم جديد، فالمسؤوليات بتزيد، وخصوصا لو دخلت كلية زي كلية الطب فالضغوطات بتبقى أكتر. أو ممكن أكون أنا اللي فرضت الضغوطات دي على نفسي. المهم على كل إن نتيجة دخول الواحد للعالم الجديد ده ويبدأ ان هو يكتشف نفسه ويجرب حاجات جديدة، طبيعي لازم تحصل اخفاقات ودروبات، لان ببساطة خرجت من الكومفورت زون اللي انا كنت عايش فيها طول حياتي. كنت بعمل قبل كده حاجات مفيدة، دراسة، حفظ قرآن، لعب كورة، حاجات كلها جميلة جدا، بس ستيل كومفورت زون، لان انا ببساطة الحاجات دي بعملها من وانا صغير، ما جربتش حاجة غيرها، ستيل كومفورت زون. فلما اخرج من الكومفورت زون دي واجرب حاجات جديده، طبيعي لازم تحصل اخفاقات. لكن المشكله لما تحصل اخفاقات مع شخص حته جلد الذات عنده عاليه حبتين، وبرضه عدم تقبلي للدروبات، النتيجه مش بتكون لطيفه للاسف، وقد تؤدي لاكتئاب. ومش لازم اكتئاب بالمعنى المعروف او المعنى المتعارف عليه، لكن اي حالات انطفاء، بيرن اوت، احتراق نفسي. فالحقيقة الموضوع صعب جدا، وخصوصا لو فضلت جوه الدوامة دي فترة طويلة. اخفاق، جلد ذات، انطفاء، اخفاق، جلد ذات، انطفاء. تجلد ذاتك وتؤنبها على كل صغيرة وكبيرة، وقد تعتبر انه اي فعل او اي تقصير مهما كان بسيط فهو جريمة، وتبدأ توصف نفسك بصفات سلبية. انا شخص ضعيف فهتتعامل بضعف، انا شخص مقصر فهتأثر فعلا، وهكذا عمال بتعمق من جراحك اللي هي عمالة بتنزف. ومفيش كده شوية آه، مراعاة وتقدير للظروف، ولا في أي رفق ولين مع النفس، لا خالص. يعني الكلام ده مش في القاموس بتاعنا. ف تجربة كانت قاسية الحقيقة. طيب، هتقول لي يا ابو حميد، ايه اللي جد وايه اللي غير منظورك وايه اصلا المايند سيت بتاعتك تجاه الموضوع ده؟ الحقيقه انا كنت وصلت للبريكنج بوينت بتاعتي. انا خلاص ما بقتش مستحمل الضغوطات اللي انا عمال افرضها على نفسي، وخلاص ما بقتش فارقه معايا. انا عارف انها كانت لحظه يأس، لكن كانت اللحظه اللي بتمثل المنطلق بتاعي اللي من خلاله قعدت مع نفسي وقعدت افكر ازاي حياتي قبل الجامعه كانت مستقره والدنيا لذيذه وزي الفل. ايه اللي جد؟ الحقيقه ان كان في متغيرات كتيره جدا، لكن الشيء اللي لفت انتباهي هو انه ستيل انا نفس الشخص، نفس الشخص اللي محب للدراسه والتعلم وان هو يسيب اثر بنفس الاهداف بتاعتي. لكن دلوقتي انا بهرب من المسؤوليات اللي ورايا. ليه؟ الحقيقه ان المتغير الرئيسي هو الضغوطات، الضغوطات والاهداف اللي من الصعب تنفيذها، اللي انا فرضتها على نفسي. فلما تفرض اهداف واهداف صعبه على شخص هو بيجلد ذاته، النتيجه مش بتكون لطيفه. فمن اليوم ده قررت ان احب نفسي زي ما هي، ببساطه، سواء وانا مقصر، سواء وانا بعمل اللي ورايا، واسامح نفسي في كل الاحوال. طالما انا قصرت و... او بدر مني فعل وانا استنكرت الفعل ده، خلاص انا فيا الخير كده، انا كده ماشي صح. وفي حاجه مهمه جدا، لازم، هي حاجه بديهيه الصراحه لازم نبقى مدركينها، وهو اننا بشر، انا انسان، جوايا نفس اماره بالسوء، ومش هوصل لقمه ذاتي وافضل ما فيا غير لو خضت رحله طويله من العثرات ومن التقصير. وبصراحه بخصوص الموضوع ده بحب دايما افتكر المثال او نموذج سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان من اشد الناس عداوه للاسلام، وفيما بعد اصبح امير للمؤمنين. هو ما بقاش امير للمؤمنين في يوم وليله. سيدنا عمر بن الخطاب خاض رحله طويله جدا، وسنين من مصاحبه الرسول عليه الصلاه والسلام، وطبعا هدايه من الله في المقام الاول. فكلنا محتاجين رحله زي دي، رحله نكتشف فيها ذاتنا ونصل فيها لقمه ذاتنا. والرحله دي الحقيقه
والشيء المحزن ويمكن شيء كويس على فكرة، يعني دي نعمة برضو، ان الرحلة دي هتفضل مستمرة طول ما انت عايش، طول ما انت عايش وقلبك بينبض هتفضل في نفس الرحلة دي وفي نفس التراك ده، لانك ببساطة انسان، فحب ذاتك زي ما هي، وما تثقلش نفسك بتأنيب الضمير. غلط المشكلة، يلا بينا نحاول من تاني ونتعلم من التجربة. هي دي الحياة. وجنب كل ده تتوب لربنا لما تقصر وتغلط، وتدعيه دايما ان هو يعينك على طريق الهداية وعلى طريق الصلاح. ودايما دايما دايما حافظ على نفسك. نفسك غالية جدا، مفيش حاجة تستاهل ان انت تقعد تثقلها بالكلام الجاف اللي بجد بيكسرها. ولو بصينا وتأملنا في كل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية كلها بتشير لنفس المعنى ده، معنى الرفق بنفسنا. ف بس مش عارف إذا كان عندي حاجة تاني أقولها ولا لأ. الحقيقة أنا خدت رحلة كانت صعبة جدا على نفسيتي، ووصلت منها لدرس مهم جدا، والدرس ده نتائجه واضحة سواء على أرض الواقع أو على المايند سيت بتاعتي وعلى نفسيتي. والحقيقة أنا مبسوط بالرحلة دي لأن هي علمتني كتير جدا، ومبسوط برضو إن أنا بشارك الدرس ده، يعني لعل وعسى يكون حد عنده نفس المشكلة ويكون في أمس الحاجة إن هو يسمع الكلمتين دول. ف بس كده يعني، لو حد عنده اي سؤال بخصوص الموضوع ده او عنده وجهة نظر معينة حابب ان هو يشاركها، ممكن يشاركنا تحت في الكومنتس. واشوفكم في فيديوهات تانية الفترة الجاية ان شاء الله. سلام. شوف بص روح شوف يا بص السجن ده غلطتين امسك الكبش بقى كده، ارفع بوزي من تحت، ارفع بوزي. ايوه. بس الجو ضلم خلاص. كمان راح زلان بالعجل زي ما انت ايوه دكتور.